في قلب تاريخ مصر القديم ومن أسرار الفراعنة العظيمة نشأت أسطورة محاربين النيل. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. دول مش أي جنود، دول كانوا نخبة جيش فرعون، فرقة خاصة من المحاربين الأقوياء. مهمتهم كانت مقدسة، حماية شريان الحياة لمصر، نهر النيل الخالد. لكن قوتهم ما كانتش مجرد قوة عضلات وسيوف، قوتهم الحقيقية كانت بتيجي من عالم تاني، من أسرار السحر القديم. كان في جن حكيم، كائن من زمن الأساطير، هو اللي اختارهم بنفسه. شاف فيهم الشجاعة والإخلاص اللي محدش يمتلكهم، وبدأ يدربهم على فنون قتالية سحرية محدش سمع عنها قبل كده. علمهم إزاي يستمدوا قوتهم من طاقة النهر نفسه، وإزاي يواجهوا أعداء مش من عالمنا، لأن الخطر اللي كان بيهدد النيل كان أكبر من أي جيش بشري. شياطين الظلام، كائنات من الكوابيس، هدفها تسميم مياه النيل وتحويلها الهلاك. كانوا بيظهروا في الليالي اللي ما فيهاش قمر، زي الأشباح اللي بتخرج من العالم السفلي. لكن حراس النيل كانوا ليهم بالمرصاد، درع مصر الواقي. كل معركة كانت ملحمة، صراع بين النور والظلام على ضفاف النهر العظيم. كانوا بيقاتلوا بقوة 1000 راجل وبقلوب أسود ما تعرفش الخوف. أساطيرهم كانت بتتحكى في كل مكان عن شجاعتهم وتضحياتهم، عن المحاربين اللي وهبوا حياتهم عشان يفضل النيل يجري بالحياة والخير. حكايتهم بتثبت إن أرض مصر دايماً ولادة بأبطال، وإن ورا كل حبة رمل على أرضها في سر من أسرار القوة والعظمة. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.